السلام عليكم. لو البطاطس المقليه بتشرب معاكي زيت، جربي الطريقه دي ان شاء الله مش هتشرب معاكي زيت. اول حاجه بجيب البطاطس بقشرها، بخرطها صوابع وبغسلها كويس من النشا. بعد كده حله على النار بنزل فيها بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الخل الابيض. واول ما الميه ما بتغلي بنزل بيها في البطاطس كده تستوي نص سوا. بعد كده بنشيلها من الميه السخنه دي واغسلها تحت الحنفيه كذا مره، وبعدين بصفيها تماما من الميه. بعد كده بحطها في بولة وبنزل عليها بمعلقتين كبار من النشا ومعلقة دقيق والبهارات اللي عندك، بهارات بطاطس او ملح وفلفل وبابريكا. انا هنا هضيف ملح وفلفل، وهضيف كمان بهارات لحمة او بهارات فراخ علشان تديلها نكهة حلوة. بعد كده بقى بقلبها كويس جدا واغلفها بطبقة النشا مع الدقيق مع البهارات دي كويس جدا. وبعد كده بقليها في الزيت. الزيت هنا زيت غزير. اول ما يسخن بوطي النار وبحط كده البطاطس، وما بسخنش البطاطس في الصينيه كتير علشان البطاطس ما تلزقش في بعض، تطلع كل واحده لوحدها. بغطيها علشان تستوي بسرعه، وبعد كده بقلبها، واقل من دقيقتين بتكون اتحمرت ولونها بقى ذهبي بالشكل ده. بصفيها تماما كده من الزيت على ورق مناديل مطبخ او ورق كراريس المتاح عندك، وبعد كده بشيلها من عليهم وبقلبها زي ما انت شايفه لونها كله ذهبي، لون واحد، وكمان مقرمشه. تقدروا تسمعوا معايا الصوت كمان لما بتفتحيها بتلاقيها مش شاربه زيت خالص من جوه. اتمنى الطريقه تكون عجبتكم. لايك ومتابعه لو اول مره تدخلوا على قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.